طبعا انت اول حاجه جت في دماغك دلوقتي هي الزار، بس مين قال لك انت ما رحتش الزار قبل كده؟ مش مصدق طبعا. بس قبل ما اقول لك انت رحت فين ومع مين وازاي، تعال اقول لك ايه اصل الزار ده اصلا. الزار ده اصله طقوس روحيه جايه من الحبشه دي اللي هي اثيوبيا دلوقتي. تحس ان هي من زمان مستقصدانا كده على طول. بعد كده انتشر في مصر والسودان وشويه دول عربيه كده كلنا عارفينها يعني. فكره انك تطبل وترقص عشان تتخلص من الاسياد دي اصلا حاجه في حد ذاتها مرعبه. الاسياد دول هم الارواح الشريره، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. اي حد زمان كان عنده مشكله عاطفيه جسديه ماديه نفسيه، متخانق مع صاحبه، القهوجي مزعله، كان بيلجأ للاسياد. حاجه كده زي السيره بس دلوقتي، بس على طريقه الطبل والرقص بقى. ما الاسياد دول معذورين برضه يا جماعه، ليه النهار ناس بتطلب منهم طلبات؟ هيرضوا مين ولا مين؟ انت فاكر ان سهل كده تتواصل مع الاسياد؟ ده في حد متخصص وسيط ما بينك وبين الاسياد. عندك مثلا وظيفه بتسمى القوديه. القوديه دي في الغالب بتبقى ست، ده لو احنا بنقولها صح يعني. دي بتكون الوسيط بينك وبين الاسياد، ان كانوا هم عايزين طلبات منك او انت عايز طلبات منك. المهم خلينا نكمل. الموضوع ده وصل مصر في القرن ال19، بس احنا طبعا كمصريين ما ينفعش الموضوع ده يعدي علينا كده مرور الكرام. احنا مش زي الافلام الاجنبي هنمسك ايد بعض ونعمل زي ما بنشوف. احنا حبينا بقى نحط التاتش بتاعنا، طبل مع رقص مع فايبس كده معينه بتدخلك في المود. احنا قلبناه ميكس بين العلاج النفسي والفرفشه، زودنا عليه شويه طبل واغاني وميكسات كده غريبه. يا تخرج وانت فعلا طارد، يا تخرج وانت مغير مودك ومبسوط وبتاع. وين وين يعني. جمعت انا قصدي ايه؟ هي مش بالقوديه ولا بالاغاني ولا باللبس ولا بالكلام ده، هي بالمود يا صاحبي. عايزك بقى تقول لنا مين اللي بيدخلك في مود الزار؟